يقولون عليك أنت إيراني، أبو إيراني يقول لك أنت عربي. ما نعرف وين نطير راسنا وين نطير رجلنا. احنا عراقيين وقومية فيلية. نعم. شنو أجانب يعني ما أعرف. عراقيين منذ أن تأسس الدولة العراقية الكرد الفيلية موجودين في العراق، لكن يعني هاي مشكلة الكرد. مندلي داخل مندلي بغداد سامراء كربلاء نجف. نفس الشيء مال الشيعة بالنسبة 12 كلها نفس التقاليد، ماكو اختلاف يعني، كلها نفس الشيء. الصلاة الأذان نفس الشيء كله. هسه احنا بالنسبة حتى أكراد فيلية إذا بالعراق وإذا بالإيران نفس الشيء، نفس التقاليد. وذان يصير اشتداعين ولي الله بس 12 يوم. الكرد الفيلية من المكونات الأصيلة لمكونات الشعب العراقي، ينتمون قوميا إلى القومية الكردية ومذهبيا إلى المذهب الشيعي، ولكنهم في كل الأحوال عراقيون أصلاء. منهم المتدين ومنهم لا، واللي الشيعي هو ذائب في طقوس الشيعة، يعني ليس له طقوس خاصة به. الحقيقة الكرد الفويلية كما عرفناهم أناس من ضمن هذا المجتمع، من ضمن اندكاكات المجتمع. بعضهم يقول بأنهم كقومية من الكرد، الذات الكردي اللي موجودين في الشمال، والديانة على الاثنى عشرية، إذا يختلفون عن أكراد الشمال. منهم يقولون لا، أنهم الورثة الأساسيين والرئيسيين للحضارة السومرية في العراق، لامتدادهم. طبعا بالمناسبة الفيليين المتواجدين سواء كانوا في مندلي أو في خانقين مرورا بالكوت وإلى قلعة صالح في العمارة والأهوار العمارة، خليط متجانس يمتد على طول الخطوط الحدودية بين العراق وإيران. لاحظ الكرد الفيلي المتواجد في بدرة وزرباطية، وأيضا يكون يمتد من شيخ سعد إلى خانقين ومندلي، اللي هي يكون ترابط أسري ما بين هذه العوائل الكردية. كثير من المجتمع العراقي أصوله هي غير عراقية مثلا، لكن في مثلا 3-4 أجداد هو بالعراق، فيعتبر هكذا. جينا قعدنا بالعقد صارنا سنين. الأكراد أقدم من عندنا، أكراد الفيلية كانوا هنا ساكنين، عشنا وياهم. الأكراد والعرب السني والشيعي كلها مختلطين، حتى الشروق ويانا من زمان، يعني من سنة العشرينات ولحد هسه كانوا الناس الأكراد الفيلية بكثرة هنا بالعقد. بعدين يجوا ناس اهالينا من العماره، يجوا من البصره، من الخانقين، من مندلي، من كل الفئات. وهذه العشائر والقرى مع كل الاسف تم ترحيلها من مدينه مندلي بسنه 1975 الى بلد روس، المجمع السكني الموجود في بلد روس، وقسم كبير منهم راحوا الى بغداد. كنا واقعنا واقع كلش حلو، عيشتنا عيشه كلش حلوه. هاي المنطقه ماكو مندلي كلها القضاء كانه بيت واحد بالنسبه للاكراد الفيليين، تروح باي بيت يقول هذا بيتي، اي عائله يقول هذا عائلتي، ماكو الا ما حرم الله بيناتنا. ماكو ويا العرب اختلاف ويانا ماكو، بالعرس بالفاتحه بالشغلات كلها كانما عائله واحده. بالنسبه للمراه الفيليه وعاداته وزواج وتقاليد ما تختلف هواية عن المرأة العربية أو الكردية. تدري المنطقة تهجرت وراحت والأكثرية إلى بغداد، وبالتالي خفت، وبالتالي أصبحت تقريبا تقاليدها هي ذات تقاليد كل أهل المدينة. زين، وبالتالي مثلا قبل بالزواج من يروحون يتزوجون يجيبون البنية يصعدوها على حصان
على حصان، والعريس يشتري سرج للحصان وبعدين يذبه للسرج، حتى يعني من باب ان لا يصعد احد اخر بكان مرته اللي زفوها له. ايوه هسه عمري اني اكثر من 70 سنه، كنا قبل الزفه مالتنا تصير تكون على الخيل، ماكو سيارات هنا. على الخيل من بيت البيت على الخيل ويرمون فوقها، وجماعه بالسيوف وبنادق واسلحه بيناتهم يشاقون يضربون كذا ما شنو، كانت كلش حلوه. فمن تصير الخطبه طبعا شي يجيبون اهل الولد يجيبون هديه لمن، مثل عبايه او يجيبون فد كله قند يسموها. يعني طبعا الكراد الفيليه دائما يتميزون انه الشاي ما يشربوه يعني ويا الشكر، يشربوه ويا القند، يسموه كله قند، هيك فد شيء يعني مثل بلوري. أنا أتذكر طبعا أيام زمان. احنا بالنسبة لنا شوبية عندنا وعرس ماي عندنا العروسة ناخذها للنهر، وياخذون حنة وياهم للنهر، نسوان وراها لا وياخذون للنهر ويسوون أكل يسموها ما أدري ايش، برنجو نانو برنج، كان طعمية مثل بالعربية يحكوها، فدا أكله يسوون أكلة غريبة ياخذون النسوان هناك على النهر يقعدون ياكلون ويا العروسة. هذا تراث قبل كان للكرد ما كان للأحد. هذا النقطة الأول. النقطة الثانية، من اجى النوروز، من صارت النوروز شنو كان وياه؟ الطبل زرنا. هذا التقاليد من زمان نوروز لحد الآن ويانا. خلق منه الطبل زرنا، سواها هذا الفلكلور سواها الأكراد وليس فايلين. كذلك انقلب على الجماعة كلها، الأكراد والفيليين والتركمان والعرب. زرنا والجوزة آلة هيك صغيرة يعني موجودة بها تقريبا فقط في الموسيقى الكردية أو الإيرانية والآذرية والطاجيكية، فقط موجودة بهاي الموسيقى، واشتهروا كثير من الفنانين. بدو شاد الجنسيه 34 47 57 يا شنو ذاك مشبوه هذا الايراني، ودوم لايران استنى شهر كامل بالطريق، شهر رمضان بالطريق، ودوم لا ايران ما اسلمهم، قال لي دول عراقيين. هي شغله دمرتنا اكثر شغله الشهاده الجنسيه. شغله الشهاده الجنسيه، انا ابويا سفروه واخويا سفروه واختي سفروه على مود شهاده الجنسيه، ضاع كل حقوقنا، واصلا ان احنا الكراد الفيليه كل حقوق ما عندنا. في عهد البعث المظلوميه التي وقعت على ابناء المكون الفيلي كبيره جدا، التسفير وحجز ابنائهم والمغيبين في المقابر الجماعيه. فكنا محاربين من قبل الدولة ومن قبل العرب من المنطقة. احنا كان الحمد لله صيتنا زين وكراد، كنا مرتاحين، اراضي عندنا، قيعان عندنا، بساتين عندنا، محلات عندنا. كان ابويا كان بزاد. كان هناك سياسات خاصه للاقليات الموجوده في ناحيه في قضاء مندلي، اللي هي الكرد الفيليه اللي كانوا موجودين، اللي تعرضوا الى عمليات تهجير، وايضا مصادره الاملاك ومصادره اموالهم ومصادره الاراضي الزراعيه اللي كان هو المصدر المعاشي الرئيسي لهذه العوائل. إذا أعطيته تمثيل حقيقي في بقعة مثلا مركزة، يكون هم يعني هو يحتويهم، هم يكونون دائرة مثلا، زين، فما عندهم تمثيل حقيقي بصورة كبيرة. حاليا لا، اللي احنا حاليا شبه ماكو، ولكن احنا حقنا ماكو. كرد الفيلي كل شيء ما محصلين. حسب مندلي تشوف شوارعنا وشو كهربانا وشو كذا، احنا هم نفس الحالة. المؤسف ان هذه ابناء هذه الشريحة لم يأخذوا حقهم في التمثيل السياسي، خصوصا في البرلمان، يعني اعتبروهم من اقليات لان الكوتا خاصه بالاقليات، لكن في واقع الحال عدد الكرد الفيليه بالعراق يعني لا يستهان به، يعني يزيدون عن 3 ملايين كردي فيلي موجودين في العراق.